عليكم السلام ورحمة الله، حياك الله يا شيخ. تفضل. لو سمحت، احنا دلوقتي لو احنا في الطريق للحرم وباقي لنا ساعتين او 3 ساعات تقريبا لحد ما نوصل، ايهما افضل؟ ان احنا نصلي في مسجد على الطريق جماعة في اول الوقت، او ان احنا ننتظر لما نوصل للحرم تقريبا في اخر ربع ساعة في الوقت قبل الاذان بتاع الفرض اللي بعده؟ وفي الغالب هنصلي فردي، يعني هنصلي فردي لان خلاص الجماعات خلصت. صلاة ماذا؟ فرض. لا، فرض العصر ولا فرض ايه؟ يعني اذا كنت مثلا هتصلي العصر بعد المغرب لا يجوز، فلازم تصلي في الطريق. لا لا لا، مثلا لو احنا طالعين مثلا قبل الظهر ايه. وهنوصل على للحرم مثلا قبل أذان العصر بربع ساعة، ايوه. فأيهما أفضل؟ إن احنا نصلي الظهر في مسجد على الطريق جماعة في أول الوقت، ولا نستنى لما حد ما نوصل للحرم قبل العصر بربع ساعة ونصلي؟ هصلي فرد لوحدي لأن خلاص الجماعات خلصت، الجماعة خلصت من زمان. تلك مسألة فيها اجتهاد للعلماء، لكن أحب أن أنوه على أن من العلماء من يستدل بحديث صلاة في فلاة تعدل 50 صلاة، فبهذا يستجيز أن يصلي قائل هذا يستجيز أن يصلي مثلا الظهر في فلاة من الأرض لكونها أفضل من الجماعة 50 درجة، لكن الحديث ضعيف، والقائل أيوه. بهذا لا يدرك ضعف الحديث، الحديث معلول. حديث صلاة في الفلاة تعدل 50 صلاة، لكن إذا أنت كنت تطمع، لأن المسافر الجماعة لا تجب عليه، إذا كنت تطمع أن تصلي في الحرم في حدود الحرم، والصلاة في حدود الحرم ب100,000 صلاة، فيكون الفقه مستدعيا أن تصلي الصلاة إذا وصلت الحرم ما دام هناك متسع من الوقت. اه، في آخر الوقت في الحرم النبوي. لا، في آخر الوقت يعني متى؟ يعني فهمني، في آخر الوقت. يعني مثلا لو العصر بيأذن على الساعة 3:30 هنوصل للحرم 3:15. طيب، أصل أنت مسافر من حقك الجمع، أيوه. ولا أنت من أهل المدينة؟ لا، بينه وبين المدينة ساعتين لا، ونص يعني أو أنت من 3. أهل المدينة، من سكان أنا المدينة. في النص والله، ما بين مكة والمدينة، على أطراف المدينة خالص. يعني سكنك الأصلي برا سكنك المدينة، أيوه أيوه أيوه، هو برا المدينة سكن الأصلي. سكن أي. يعني السؤال مجمله، أنت من حقك القصر والجمع ولا لا؟ لا، أنا بصلي، مش بقصر وبجمع، لا، بحاول إن أنا أصلي الصلاة كاملة عشان أخد الثواب كامل يعني. أنا مش فاهم الآن. كلامي الأول منصب على شخص مسافر من الصوت المدينة. الصوت. كلامي منصب على شخص مسافر من المدينة إلى مكة وهو زائر، فإذا صلى يعني أذن عليه الظهر في الطريق من المدينة إلى مكة، هل يؤخره إلى العصر وبإمكانه أن يصلي الظهر مع العصر جمعا ويأخذ أجر الصلاة في الحرم، أم يصلي في الطريق؟ فكان جوابي على ما سبق أنه من أيوه. الفقه أن يصليه في الحرم يأخذ أجر الصلاة في الحرم. أما مدينة رسول الله وأنت ساكن بجوارها، والصلاة في المسجد النبوي فقط هي المضاعفة، أما الصلاة في أنحاء المدينة ليست مضاعفة، فصلي في الطريق إذا كنت لن تستطيع الصلاة في مسجد رسول الله.